منتخب مصر كبير افريقيا، عندنا جنسيتين ولا لاعبتنا 3/4 اسبان والباقيين فرنسيين ولميناهم وعملنا منتخب. مين افضل في كاس العالم حتى الان؟ اعمامك يالا مركز اول على بلجيكا. تعرف تعملها دي يالا؟ طبعا لا، عشان محتاجه رجاله. طبعا يا فرعون، الرجاله اللي عندكم مقادرة تفوز كان على نيوزيلندا، تصنيف 100 في العالم، بعدها قلبتوها الدنيا احتفالات تقولوا فزتوا بكاس العالم. وانا ملومكم، يعني شعب محروم واول مره تجربوا شعور فوز بشي مباراه في كاس العالم. لا ما لومك عادي، لكن لومك لما تتهور وتقارن روحك مع المغرب بطل افريقي وتحكي على المغرب انه منتخب ثلث جنسيه اسبانيه والباقي فرنسيه، وتقول انك متصدر على مجموعه فيها بلجيكا وشكون كيفي. تعال يا فرعون نقول لك الحقيقه اللي ما حبيتش تتقبلها، لكل ما انا نقولها تسبوني وتعاملوا لي حمله الغاء متابعه، لكن الحقيقه يلزم تتقال. المغرب هو المنتخب الوحيد الذي شرف جميع المنتخبات العربيه والافريقيه في كاس العالم، وصل لنصف نهائي كاس العالم بعد الفوز على شكون؟ كرواتيا، البرتغال، اسبانيا، مش نيوزيلندا. فاهم ولا؟ وما عملوش اللي عملتوه انت. وحاليا تعادل مع البرازيل ما قدرتش تفوز عليها، وربح اسكتلندا، واذا فاز اليوم على هايتي يتصدر المجموعه، مجموعه فيها البرازيل واسكتلندا، مش بلجيكا ونيوزيلندا وايران. فاهم ولا؟ وما تقوليش هايتي منتخب ضعيف، هايتي هذه ربحت نيوزيلندا بالأربعة، يعني سجلت أكثر منك. وموضوع الأهداف اللي تحكي فيه، إذا فاز اليوم المغرب على هايتي بنتيجة كبيرة، تصنيف الفيفا اللي تحكي عليه يروح، المغرب يرجع هو أفضل منتخب عربي شارك في كأس العالم. فاهم ولا؟ لذلك يا فرعون في كلمة واحدة، مبروك عليك فوزك على نيوزيلندا، لكن لا تغلط ولا تتهور مع المغرب. المغرب يبقى بطل افريقيا شئت او ابيت. وصلنا لاخر الفيديو، ما تبخلش علينا متابعة ولايك، واحفظ الفيديو عندك، وكالعادة يا فرعون راح يجيك الدور.